السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وآمن وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش شرط عشان تغدي أولادك وتعملي لقمة حلوة إن انت لازم تكلفيها، لا، بالتكاليف قليلة جدا ممكن تعملي أكلة حلوة جدا جدا. هنعمل النهاردة إن شاء الله الصينية التحفة الجميلة دي، وكمان حبة رز بشعرية كده يستاهلوا بقكم. شايفين الرز مفلفل وحلو جدا ازاي؟ بجد أكلة اقتصادية وحلوة جدا، والأولاد هيفرحوا بيها ما شاء الله. وكمان البطاطس مستوية ودايبة دوب، شايفين بقى الجمال. الرز مفلفل ما شاء الله. بجد صينية بطاطس تحفة جدا، وطعمها يجنن وريحتها قلب البيت كله. يلا بقى يا حبايب قلبي، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. أول حاجة بجيب عندي حلة على النار، وبضيف فيها حوالي 3 معالق من الزيت، وكمان معلقة من السمنة. اي نوع سمنة موجودة عندك وبتفضليه اشتغلي بيه. انا عندي هنا سمنة بلدي استعملتها. عندك سمنة روابي، سمنة جنة، اللي موجودة عندك. تمام كده. بعد كده نزلت عليها بكوباية من الشعرية. انا هنا هعمل كوبايتين رز مصري، يبقى انزل بكوباية من الشعرية. تمام كده. نص مقدار الرز استعمليه شعرية. خديها قاعدة كده. تمام. حمرت الشعرية لحديت لما بقى لونها ذهبي بالشكل ده كده. بنزل عليها بالرز المغسول كويس جدا. انا ما بنقعهوش، انا بغسله بس. تمام. بديله تقليبة كده، وبعد كده بنزل عليه بمعلقة كبيرة من الملح او الملح المناسب ليكي. بتلمي الاطراف الحلة كده، الشعرية او الرز اللي على اطراف الحلة بالشكل ده كده. تديها تشويحة وتقليبة كده كويس جدا عشان الرز يسخن معاكي، علشان خاطر ما يبشللش، يكون مستوي كده ويكون كويس، علشان بنوتنا الصغيرين اللي لسه اول مرة يدخلوا المطبخ. بعد كده بنزل عليها بمكعب من المرقة. المكعب المرقة ده اختياري، بس بيدي طعم وتست حلو جدا جدا للرز. تمام كده. اديتها تقليبة بالشكل ده كده لحدت لما الرز بيسخن معاكي تماما عشان تاخدي النتيجة المطلوبة للرز. بعد كده بنزل عليها بالمية. انا هنا عملت كوباية شعرية وكوبايتين رز، يبقى 3 كوبايات من المية. بتعاملي هنا الشعرية معاملة الرز بالظبط. بتظبطي الملح بالشكل ده كده، وبتلمي اي حاجة على اطراف الحلة، بتخلي اطراف الحلة نظيفة بالشكل ده كده. بعد حوالي 10 دقايق بتهدي النار، بتخليها شمعة كده لحد لما يعني بتلاقي الرز اتشرب معاكي المية كلها. فبتهدي النار، بتخليها شمعة كده، وبتروحي بقى ايه مقلبة الرز ومغطية عليه وبتسيبيه بقى يستوي تماما. خلاص كده. بعد كده بجيب عندي الخلاط، بنزل فيه حوالي نص كيلو من الطماطم او كيلو الا ربع، على حسب كمية البطاطس اللي انت هتعمليها. وكمان 4 فصوص من التوم، وكمان بصلة وسط، وبديهم فرمة كده وعليهم نص كوباية من المية عشان نمشي الخلاط بس كده. بتفرميهم كويس جدا في الخلاط بالشكل ده كده يا حبايبي. تمام. بعد كده بقى بجيب أجنحة الدجاج. أكلة حلوة وجميلة ومهدور حقها الصراحة، بس بصراحة حلوة جدا. أنا جايبة الكيلو ب25 جنيه، غديت البيت كله ما شاء الله. بجيب كيلو من أجنحة الدجاج، بغسله وبنضفه وبنقعه في الخل والليمون والملح وبنضفه كويس جدا. وبعد كده بنزل عليه بعد ما صفيته كويس بنزل عليه بالخلطة اللي انا عملتها في الخلاط. وبعد كده التوابل بتاعتي، التوابل عبارة عن ايه؟ من كل حاجة معلقة صغيرة. عندي فلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، كمون، بابريكا، ومعلقة كبيرة من الملح. تمام كده. نزلت بكل التوابل بتاعتي، بنزل عليهم بالبصل الحلقات. انا عندي بصلايه كبيره مقطعاها حلقات، وعندي كمان قرن فلفل كمان مقطعاه حلقات. قلبته كويس جدا كده مع خلطه الطماطم دي، وجبت عندي الصينيه. حطيت في الصينيه بقى البطاطس وقلبتها بالشكل ده كده. بتقلبي الخليط كويس جدا عشان ياخد في التتبيله، يعني الطعم ياخد من بعضيه كده. تنزلي عليه بمعلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت.
وتقلبيهم كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده عايزة تحطيها بقى على عين البوتاجاز وتغطي عليها، وبعد كده تحطها في الفرن تاخد لون من فوق بالشكل ده كده. تمام خالص. عايزة تدخليها في الفرن من البداية، دخليها الفرن، وفي اخر دقايق بعد ما البطاطس والفراخ تستوي بتروحي بقى ايه مولعة الشواية تاخد لون. قدمتها بقى بالشكل ده كده مع الرز. شايفين بقى الرز مفلفل وجميل ازاي، والبطاطس مستوية، وكمان أجنحة الدجاج ما شاء الله مستوية ودايبة دوب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. مع السلامة يا أحلى أخوات في الدنيا كلها، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم.